بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهارده هنشوف فيه إن شاء الله 3 أفكار للقطع بتاعة الدش أو لقمة الدش. طبعا كلنا عارفين إن شركات الكهرباء بيكون في كذا شركة، على سبيل المثال فينوس، سانشي، كامينو، ساس. أي شركة بيكون ليها المكونات بتاعتها، فاحنا ممكن نعمل القطعة دي بسهولة جدا جدا جدا. طيب دي كده الدش هي بتاعت شركة فينوس أو لقمة دش او اف كونكتور بتاع دش اهوت. دي بتتباع من 12 ل 20 جنيه. احنا علشان نعملها موضوع سهل جدا جدا جدا. دي سجاده بتاعت شركه فينوس اهيت. بيكون في منها نوعين، في منها نوع اللي هو الكيرف او البومبي، وفي منها النوع اللي هو الستريت او اللي هو العدل. نبص مع بعض كده. ده كده عندي هنا العدل اهوت، وده عندي هنا اللي هو البومبي او اللي هو ايه او الايه الكيرف. طيب خلينا دلوقتي نبدا مع بعض ان شاء الله. دي كده سداده اهي بتاع شركه فينوس. هنجيب لها قطع كونكتور زي ده بجنيه. القطعه دي السداده ب2 جنيه وده بجنيه. وهنجيب صاموله من اي ريسيفر قديم او من اي حاجه. لو الصاموله ديت معرفتش اتصرف فيها، ممكن اعمل صاموله بسهوله جدا. اعملها ازاي الصاموله؟ اجيب اف كونكتور من النوع دوت كده، واجيب بنسه او اي اداه، واكسر عندي هنا الجزء ده كده. اخرج عندي الجزء دوت خالص اللي هو فيه السن بيركب بتاع السلك، واسيب عندي السن دوت اللي بيركب عندي هنا في ايه في الكونكتور نفسه او في الريسيفر او في اي حاجه عندي او في الدايزك او في اي حاجه عندي خاصه بايه باف كونكتور. بعد ما اكسر حته الجزء الداخلي دوت اللي بيركب فيه السلك كده، خرجته اهوت. هركبه في اي حاجه اهوت. هركبه مثلا على سبيل المثال في المشترك دوت كده. وهجيب صنفره، قطعه صنفره، واصنفر عندي كده. طبعا هي احنا ركبنا القطعه الاف كونكتور اهيت بالشكل ده كده اهوت. هجيب قطعه صنفره وابتدي اصنفر عندي هنا كده القطعه دي كده. طبعا الفكره كلها ان الواحد لازم يشغل دماغه، ولازم يعمل حاجات، او لازم يعني ايه يعمل كل حاجه بايديه. في ناس بتحب تعمل شغل بايديها، وفي ناس مش عايز تعمل مجهود او عايز تجيب حاجات جاهزه. فيعني ايه الموضوع، كل واحد على حسب ما بيحب او على حسب ايه، على حسب رغباته. هبتدي اصنفر عندي هنا الجزء الاول كده كده. بعد ما صنفرتها وصلت، طبعا هي بقت شوفنا مع بعض كده، بقت شكلها عندي كنس خلاص اهي، بقت الصاموله. بعد ما صنفرتها طبعا شلت عندي هنا الرايش بالصنفره، واصبحت دلوقتي عندي شغال عندي هنا من الجنبين بدون اي مشكله. الكلام ده طبعا مش هعرف انا اجيب صاموله، فدي ممكن اعمل صاموله عندنا. شفنا مع بعض الطريقه سهله جدا وبسيطه جدا اهي. طيب هنجيب عندنا هنا دلوقتي كويه اللحام، ونيجي عندنا نجيب اللحام، ونجيب عندنا هنا في فتحه، نعمل فتحه في السداده في النص مثلا كده، في النص بالعرض مش في النص بالطول، لان عندي هنا ممكن لسه هنشوف مع بعض دلوقتي هنعمل اضافات حلوه جدا ما شفتوهاش قبل كده. كده انا عملت الفتحه ووسعتها بمفك عاده، بحيث ان عندي هنا الكونكتور دوت يركب معايا عندي هنا مرتاح. محتاجه توسع كمان شويه، ممكن باي حاجه تانية اوسعها شويه علشان القطعه تركب معايا مرتاحه بسهوله. كده القطعه بتركب معايا اهيت بسهوله. كده قطعه الكونكتور ركبت معايا في السداده مرتاحه اهيت. نجيب عندنا بقى الصاموله اللي احنا عملناها. بلاش الصاموله اللي جاهزه ديت، لان الصاموله الجاهزه ديت ممكن حد ما يعرفش يجيبها. اللي احنا عملناها اهيت، ونربط عندنا هنا الجزء دوت. في بس نقطه هنا مهمه، ان عندي هنا الكونكتور دوت بيكون فيه جنب طويل وجنب قصير. الجنب الطويل دوت بخليه هو اللي جوه، علشان قيمه الصاموله اللي هي تمسك عندي ايه الكونكتور. نربط عندنا هنا الصاموله ديت كده. ربطت الصاموله عندي، وفي عندي هنا مكان سن اهوت عشان يركب فيه الكونكتور بتاعنا اللي هو جاي من الطبق بكل سهوله اهوت، مفيش اي مشكله. اهوت كده راكب الكونكتور بتاعنا اللي جاي من الطبق بكل سهوله. كده يعتبر اول فكره بتاعتنا خلصت. طبعا احنا مش عاملين فيديو عشان الفكره دي كده سهله جدا، وانا ممكن بدل ما ابذل مجهود او اضيع وقت واقعد اعمل في فكره زي ديت، ملاش لازم، ممكن اجيب زي ما شفنا مع بعض قطعه جاهزه على طول.
نشوف مع بعض بقى بقيه الافكار بتاعه الفيديو. ان احنا دلوقتي ممكن نعمل عندنا هنا قطعتين. ليه قطعتين؟ لان في عندنا بيكون في ناس عندها شاشات اللي هي سمارت، فبيكون عندي هنا شاشه السمارت بيكون فيه مدخلين، مدخل للقنوات الارضيه اللي هي الديجيتال، ومدخل للريسيفر، مدخل للريسيفر. بيكون عندي مدخلين. طيب المدخلين ما ينفعش يشتغلوا على كونكتور واحد، لازم يكون في عندي مثلا سلك اريال وسلك بتاع الطبق. فبالتالي نعمل هنا ايه؟ قطعه 2 اف كونكتور او 2 مخرج. هنجيب الكاويه تاني، نيجي عاملين برضو واحده هنا كده نفس الشكل عملنا به التانية برضو. كده ركبت عندي الكونكتور التاني اهوت، واركب عندي الصاموله التانية بقى عشان لسه بدل ما اضيع وقت واعمل صاموله تانية اللي شفناها زي ما عملناها ديت. هركب الصاموله التانية عشان نشوف مع بعض، بس عشان نشوف الشكل النهائي. كده القطعه بتاعتنا خلصت. ممكن نعمل زي ما قلنا شفنا مع بعض، ممكن نعمل قطعه مخرج واحد او قطعه مخرجين زي ما شفنا مع بعض. اتكلفت كام القطعه دي يا اصدقائي؟ اتكلفت عند بص مع بعض كده نحسبها كده على السريع. السداده ب 2 جنيه، والقطعه دي بجنيه. عندنا 2 جنيه، 3 جنيه، 4 جنيه. 4 جنيه لو قلنا مثلا 2 اف كونكتور يبقى 6 7 جنيه. يعني مش فلوس، يعتبر حاجه تافهه جدا، نص دولار. ولكن دي برضو حاجه هنعمل برضو حاجه تانية غيرها. تعالوا نشوف مع بعض برضو فكره تانية برضو هنعملها. في بعض الناس بيكون عايز يركب البريزه او بريزه الكهرباء وبريزه الدش تكون ورا الشاشه. فبالتالي اللي بيحصل لما نيجي نركب السلك الاشاره بتاع الشاشه او بتاع الريسيفر في الكونكتور، اللي بيحصل بيكون في عندي هنا دلوقتي مسافه كبيره جدا ما بين الحيط وما بين الشاشه. لما السلك التاني كده بيكون في عندنا مسافه، هي الحيز دوت او المسافه دي بتكون كبيره. ولو برضو السلك برضو او البريزه راكبه بره الشاشه بيكون برضو الشكل العام برضو شكل مش كويس. فاحنا ممكن نعمل ايه في الحاله ديت؟ هنعمل فكره برضو نتفادى بيها الموضوع بتاع السلك دوت. ايه الفكره اللي نعملها؟ هنجيب بقى سداده فينوس تانية غير دي. هي سداده اهيت بتاع فينوس برضو. وهجيب القطعه بتاعتي اللي شفناها ديت اللي هو مشترك دوت، وهنعمل في المشترك دوت عندي هنا انه المفروض انه واخد عندي هنا شكل زائد. المفروض ان القطعه دي بيكون في منها حرف تي وحرف ال، ولكن انا دورت عندنا في القريه من اتش، فبالتالي هضطر ان اقطع من دي علشان نشوف مع بعض بس الفكره. طيب هقطع عندي هنا ايه؟ هقطع عندي هنا الجزء ده كده والجزء ده، بحيث تبقى تدي عندي هنا شكل حرف ال. لان زي ما قلت لحضراتكم دورت عندنا في القريه ما لقيتش عندي حرف ال ولا ايه الحرف اللي هو التي. هقطع الجزء ده كده والجزء ده كده بصفحه المنشار ونشوف مع بعض. كده انا قطعت عندي بصفحه منشار، قطعت الجزء ده والجزء ده اهوت، واصبح عندي وقت معايا بس حرف ال اهوت. دلوقتي بعد ما قطعت ما زال برضو عندي هنا في جوه جزء معدن اللي متوصل عندي سلك الاشاره ده بالجنب ده ما زال برضو موجود جوه، مفيش اي مشكله. هجيب عندي بقى دلوقتي هنا القطعه دي بتاعتنا السداده، واجيب الكاويه ونعمل برضو فتحه زي برضو ما عملنا هناك في اي مكان، ممكن في النص مثلا او في تحت شويه. كده فتحت الفتحه، بشيل الريش عندي من اثار كاويه اللحام. نجيب عندنا القطعه بتاعتنا ديت ونركبها عندي، نبص نجرب كده ركبت اهيت، ولكن محتاج عندي هنا دلوقتي ورده علشان تعمل معايا مسافه ما بين عندي هنا الحرف دوت وما بين السداده نفسها. هجيب ورده من اي مكان، اي ورده صغيره او وردتين مع بعض، او صاموله برضو ممكن تعمل معايا المسافه ديت، بحيث لما اجي اركب عندنا الاف كونكت يركب معايا كده، يركب معايا بدون اي مشكله اهوت، مرتاح اهوت. نجيب بقى صاموله بقى تكون صغيره، مش ينفع طبعا هنا صاموله من اللي هي ايه اللي احنا عملناها من الاف كونكت. نجيب صاموله ونركبها عندي هنا في القطعه من الداخل. ده شكل القطعه بتاعتنا اهوت. عندي هنا مكان الاف كونكت يركب معايا مرتاح جدا من جوه اهوت، يركب معايا بدون اي مشكله، ومن بره يركب معايا برضو الاف كونكت برضو بدون اي مشكله. لو جبنا دلوقتي السلك بتاعنا بقى بتاع الاشاره نركبه دلوقتي هنا، هنلاقي في فرق كبير جدا جدا ما بين عندي هنا دي كده القطعه اللي احنا عملناها ودي كده القطعه اللي هي الجاهزه. نبص مع بعض كده في فرق جامد. لو انا عندي هنا المسافه ما بين البريزه وبين الشاشه قليله جدا، فانا عندي هنا المساحه دي عندي هنا قليله جدا، حوالي اقل من 2 سم. عندي هنا المسافه عشان اتني السلك هتبقى حوالي مش اقل من 5 او 6 سم. طيب اخر فكره بقى معانا النهارده برضو او اخر حاجه، ولكن مش هينفع اعملها علشان عندي هنا بس انا كسرت عندي هنا اللي هو
المشترك دوت او قطعته، بيكون في ساعات بعض الشاشات اللي هي السمارت بيكون في عندي هنا الجاك اللي في الشاشه نفسها بتاع مدخل الدش، بيكون برضو ساعات بيخبط في الحيطه. فممكن نعمل في الحلقه ديت لما بركب كونكتور زي دوت، سلك الاشاره برضو اللي جاي من فوق برضو بيخبط عندي في الحيطه، بيكون مسافه قليله جدا. فممكن نعمل ايه؟ المشترك اللي انا قطعته دوت كده، اللي كان فيه الجزء دوت كده، هقطعه ولكن مش هقطعه بالشكل ده، هقطعه عندي هنا، اخلي الجزء دوت زي ما هو، واقطع عندي هنا الجزء ده والجزء ده. اصبح عندي هنا حرف ال، ولكن حرف ال عندي هنا يبقى فيه، ده يبقى في الشاشه وده يبقى فين؟ السلك اللي جاي من الطبق من فوق. يا رب تكون الفكره وصلت او المعلومه وصلت. دي كانت فكرتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوناش باللايك لو الفيديو عجبكم. شكرا ليكم واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.